سلام. حقيقة ولا أكثر في هذه الحلقة، الحيوانات في المجتمعات العربية ديالنا، وللأسف الحيوانات في المجتمعات العربية ديالنا شحال مظلومين. شحال ديال الناس كيعتبروا الحيوانات شي حاجة خايبة، شي حاجة اللي ما كتسواش، شي حاجة اللي خصها تعنف ولا خصها تقتل ولا خصها تحيد من على الكرة الأرضية. ربي فاش خلق الإنسان وخلقنا على هذه الحياة خلق كائنات حية أخرى اللي منها الحيوانات، وهما من أضعف الكائنات على وجه الكرة الأرضية. يعني خصك تتعامل معهم بحنية، بلطف، باحترام، تعتبرهم كذلك مخلوقات إلهية، ما خصكش تأذيهم، ما خصكش تعنفهم، ما خصكش تقتلهم بدون سبب. فبحال مثلا فاش كنهضروا على الكلب مثلا كنهضروا عليه على انه شي حاجه نجسه، فاش كنعايروا شي واحد كنبقاو نعتوه بالكلب، وهذا الشيء اللي فعل خاطئ واللي غيحاسبك عليه ربي. فبزاف الناس مثلا كيصليو وتلقاه مثلا في الزنقه كيتلاقى بحيوان يقدر يهز حجره ويضربه ولا يجري عليه ولا يعنفه، وهادو سلوكات اللي هي خاطئه مع الاسف وموجوده بزاف في الحياه ديالنا. هادوك المخلوقات هما مخلوقات ضعيفه، ما كيقدروش يعبروا على راسهم، ما كيقدروش يهضروا كما كانوا، سواء حيوان، كلب، قط، اي حيوان، عود، اي حاجه. فهادوك ما كيقدروش يدافعوا على راسهم، وانت هنايا في الكره الارضيه عندك دور انك تحميهم، انك تكون انساني معهم. الا ما كانش عندك معاهم مجرد انك بعد عليهم وما يكونش التماس بينك وبينهم، ولكن ما تأذيهمش وما تعنفهمش، فهذا الحساب ديالو عند ربي كبر من اي حساب. فهادوك امانة من عند الخالق باش انك ترعاهم في الحياة، انه غير سلوكنا.